في رقم مجنون حصل في شهر 10 يا جماعة، احنا نزل معانا 4 أفلام في شهر 10 جابوا كمية إيرادات غير متوقعة، بس في البداية ما تنسوش تعملوا اللايك والفولو. بداية كده مع رقم 4 معانا وهو فيلم أوسكار عودة الماموث، الفيلم اللي حقق 26 مليون لحد دلوقتي في مفاجأة حلوة جدا وناس كتير اتكلمت على الفيلم ده بشكل حلو. أما بقى رقم 3 معانا وهو فيلم السادة الأفاضل، آخر فيلم نزل فيهم وفي أقل من 13 يوم لحد دلوقتي جايب يا جماعة 31 مليون. أعتقد مفيش أرقام أحسن من كده اللي تقول لك إن الفيلم ده على نهاية الموسم هيكون كسر ارقام حلوه قوي. ويجي بعديه في القايمه ورقم 2 معانا وهو فيلم هيبتا اللي ما فرقش عنه كتير قوي، جايب لحد دلوقتي 34 مليون. ونروح بقى لمتصدر شباك التذاكر خلال شهر 10 وهو اول فيلم اساسا نزل في الشهر على طول، وهو فيلم فيها ايه يعني، الفيلم اللي لحد دلوقتي يا جماعه جاي فوق ال 77 مليون. ففي النهايه يا جماعه مجموع الايرادات بتاعت شهر 10 بس 168 مليون لو جمعنا كل الافلام دي مع بعض. رقم مجنون، ما اعتقدش يا جماعه ان في فيلم تاني قدر في شهر او مجموعه افلام قدرت ان هي في شهر جوه السينما المصريه ان هي تجيب الرقم ده. فبصراحه كانت مفاجاه حلوه، والشهر بصراحه ما نقص معانا، كان فيه مجموعه افلام متميزه. فلو كنتوا اتفرجتوا على اي فيلم فيهم يا ريت تسيبوا وراكم في الكومنتات.